عمرك شفت في الأفلام واحد ماشي في أمان الله وفجأة الأرض تقوله تعالى هنا يا نجم، ويبتدي يغوص واحدة واحدة ويفضل يصرخ واللي حواليه واقفين يتفرجوا بدل ما يساعدوه؟ أهلا بيك في عالم الرمال المتحركة، الحاجة اللي خلتنا وإحنا صغيرين فاكرين إن أي نزهة في الصحراء ممكن تنتهي نهاية مأساوية. يعني إيه رمال متحركة؟ بص يا سيدي، هي مش رمال بتجري وراك، ولا أرض عايزة تاكلك، ولا مؤامرة كونية. دي أرض شكلها بريء خالص، تبص عليها تقول دي أرض زي الفل أهو نمشي عليها، تدوس تلاقي رجلك بتقولك إيه، إحنا دخلنا في حوار. بتحصل إزاي؟ القصة كلها إن الأرض دي بتبقى عاملة زي عجينة، نص سايلة نص جامدة، يعني لا هي صلبة ولا هي سايلة، هي واقفة في النص وقاعدة تلعب معاك زي صاحبك اللي دايما يقولك ماشي بس مش قوي. ليه الناس بتغوص؟ أكبر غلطة بتحصل إن أول ما الواحد يحس إن رجله بتغوص يعمل إيه؟ يخاف، والخوف ده يخليه يعمل حركات غبية، ينط، يخبط، يتنفض، والأرض تقول بتتنطط؟ طب خش أكتر. ونيجي للنقطة المهمة، الأفلام لعبت في دماغنا. الأفلام بقى صورت الموضوع إنك أول ما تقع تختفي في 3 ثواني، وكأن الأرض قالت شكراً الطلب وصل، مع إن الحقيقة إن الأرض دي بطيئة، كسولة، مش مستعجلة على حد. طب نعمل إيه لو حصل؟ أهم حاجة ما تبقاش بطل فيلم، ما تصرخش، ما تنقش، ما تقولش أنا خلاص، زي لما تدوس على كيك نصه مستوي نصه مش مستوي، الأرض دي كده تلعب معاك. طيب الخلاصة، الرمال المتحركة مش وحش، هي بس أرض مزاجها متقلب، تحترمها تحترمك، تتوتر تشدك. يعني زي ناس كتير في حياتنا شكلهم ثابت، بس أول ما تعتمد عليهم تلاقيك غاطس. فافتكروا دايما الدنيا زي رمال متحركة، ساعات تلعب معاك، ساعات تحب تخدعك. بس أهم حاجة تمشوا فيها بالراحة، تضحكوا على الدنيا وما تخلوش أي رملة توقفكم. أشوفكوا الفيديو الجاي، سلام. صحيح، نسيت أفكرك إن لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك لو أول مرة تشوفنا. أشوفك الفيديو الجاي.